يا صباح الخير، يا صباح الجمال، صباح الخير عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. النهارده عايزين بقى نشوف النهارده هنعمل ايه مع الطيور بتاعتنا. انا كنت جايبه من حوالي 3 اسابيع طيور، يعني كتاكيت تانية فكبرت. هتلاقوا في الفيديو دوت ان في صغير اللي هو وريتهولكم قبل كده، الكام واحده الصغيرين دولت، في حبه كبار دولت كنت جايباهم من 3 اسابيع. فلما جبت الصغيرين بدات بيهم معاكم ان انا ابدا اربيهم معاكم من اول وجديد. فالنهارده لما لقيت الشمس حلوه فنزلتهم كلهم في البلكونه. احمد ابني اللي منزلهم النهارده في البلكونه في الشمس، وقلنا بقى ان احنا نخليهم طول اليوم في الشمس النهارده علشان يبقوا مش الستاره يا مش الستاره يا احمد، اللي لو في فيهم الجنب اللي اي حاجه مظلمه في الدنيا. جسمهم لازم يشوفوا اسمع الشمس. ما الكلام، مش ينفعش يبقوا الستاره طول دي، الوقت ابرمها في وحطها في الحديد، البلكونه ابرمها العشه وحطها في مقفوله عليهم. الحديد. ما دام الشمس حلوه لازم يشوفوا الشمس، ما ينفعش يتربوا كده على طول في العش. فهنا عندنا نضفنا طبعا البلكونه الاول، وقلنا ننزلهم من العشه ونبدا ننضف العشه كويس قوي، ونغسل الفرشه بتاعتهم، ونغسل المسقه بتاعتهم اللي بيشربوا فيها، ونغسل الاطباق بتاعتهم. وكمان احنا النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي، هي بنطهر بيها العشه علشان لو في اي حشرات من اللي هي الصغيره اللي بتبقى في الطيور، اللي هي زي انا مش عارفه اسمها ايه بالظبط، بس هي حشرات صغيره كده بتبقى في الطيور نفسها. فهي من قله الشمس او ان هي ما بتطلعش الطيور في يلا الشمس. شيل الكم طبعا من عشان تحت انا مش الحوض، مطلعاها مش فوق واحد واحد السطوح، خلصني. فما ينفعش ان انا افضل سايباها في العش على طول، لازم اسيبها في الشمس. من وقت للتاني لازم اطلعها في الشمس، ولازم اطهر مكانها. فانا هنا خليت احمد عشان هو يعني يعرف يطلعهم احسن مني، وانا بقيت اصوره. فهو هنا وقف بيطلعهم، وبيديني هنا المسق بتاعتهم، انا باخدها بدخلها جوه بغسلها، وبيلم لي الفرشه بتاعتهم وباخدها اغسلها. هنا بيفصل طبعا النهار الاول، وبيلم لي الفرشه كويس علشان اخدها انضفها واغسلها. طبعا انتوا عارفين ان اهم حاجه في تربيه الطيور ان لازم هي النظافه، اهم حاجه النظافه. انت لو ما ينفعش انك تربي من غير ما تنضفي. لو ربيتي من غير ما تنضفي الطيور بتتعب، عينيها بتتعبها، بتبدا ان هي تنشف وتموت. وما ينفعش انك تربي حاجه في البيت لان انت مربيها في البيت، يعني متربيه معاكي في البيت، فلازم تبقى نظيفه، ولازم تاخدي بالك من نظافتها حلوه قوي قوي، ولازم تطهري مكانها لان هي متربيه معاكي في البيت، وفي الاخر انت هتاكليها، يعني انت مش هترميها، ولا انت لازم هتاكليها. هنا بصوا بقى، انا جبت حاجه عندي قديمه ولعت فيها ورق، وحطيت فيها قفلت الباب وولعت فيها، خليت الدخان بيملى العشه كلها علشان اللي هي الحاجات الحشرات الصغيره دي تموت من الدخان. هنا الورق اتطفى شويه فجبت ورق تاني وولعته علشان الدخان دوت يموت الحشرات الصغيره اللي موجوده في العش. طبعا طول اليوم انا سايباها مفتوحه، وكنستها ونضفتها كويس قوي، واوقات بكنسها وبنضفها، وممكن ترشي فيها بخاخه فيها اريال وكلور علشان تطهريها. وممكن تروحي زي ما انا عامله كده بتعملي ورق ودخان وبتخليه في العشه لحد ما الدخان بيملى العشه كلها. طبعا بتنضفيها حلوه قوي، متخليش فيها اي حاجه من الفضلات بتاعه الطيور. وبعد كده بعد ما خلاص بعدها بحوالي نص ساعه او حاجه، بعد ما ريحه الدخان بتروح منها، بتبداي تفرشي الفرشه النظيفه. طبعا انا عامله فرشه بغسلها، وفي فرشه بتبقى نظيفه منشوره في الشمس، باخدها بفرشها. وبعد كده اهو الكتاكيت الصغيره انا حطاها في الرف اللي تحت، وسايباها ان هي بتاكل. طبعا هنا الكتاكيت الصغيره اخر اليوم هي بتاكل، هتطلع على العلف هتطلع على العلف قشر طماطم. بعد ما عصرت الطماطم حطيت لها القشر بتاعها.